جبران خليل جبران شاعر وقاص وفنان وأديب لبناني، وأحد رواد النهضة في المنطقة العربية، ومن كبار الأدباء الرمزيين. هو جبران بن خليل بن ميخائيل بن سعد، ولد في بلدة بشري بشمال لبنان عام 1883 لعائلة مارونية فقيرة. سافر منذ صغره مع عائلته إلى الولايات المتحدة عام 1895، وهناك تفشى داء السل في أسرته، فماتوا الواحد تلو الآخر. وعلى إثر ذلك عانى جبران معاناة نفسية ومادية كبيرة، لكنه أفرغ كل حزنه في الرسم، وسكب جل عواطفه بين الريشة والألوان. درس جبران فن الرسم في الولايات المتحدة، وتعمق في دراسته عندما سافر إلى فرنسا فيما بعد. وكان إضافة إلى كونه فنانا بارعا وأديبا وقاصا متميزا صاحب مدرسة أدبية تحمل لونا خاصا، حيث اتسم جبران بسعة الخيال وعمق التفكير وغزارة الإنتاج والأسلوب السهل الجامع بين حرارة الوجدان وجمال الصورة والتأثر بالطبيعة والالتزام برسم المعنى مع إحاطته بهالة من الغموض، حيث تعد سردياته رمزية إلى حد كبير، مما يثير الذهن والفكر لدى المتلقي. للحب في حياة جبران مكانة كبيرة، فهو على غرار شعراء العذريين العرب والرومانسيين في الغرب، يؤمن بقضاء الحب وقدريته التي لا قبل للإنسان بردها أو تجنبها. وقد كانت لجبران حكايات كثيرة في هذا العالم، فكتب على إثرها العديد من القصائد الرومانسية الحالمة. التف حول جبران العديد من الأدباء والشعراء السوريين واللبنانيين كميخائيل نعيمة ونسيب عريضة، وأنشأوا معا ما سموه الرابطة القلمية، التي أرادوا من خلالها تجديد الأدب العربي وإخراجه بصورة مختلفة. وقد أسست هذه الرابطة في منزله عام 1920، وانتخبوه عميدا لها. توفي جبران خليل جبران في نيويورك عام 1931 بسبب مرض السل وتليف أصاب الكبد. وقد تمنى جبران أن يدفن في لبنان، وتحققت له أمنيته عام 1932، حيث نقل رفاته إليها ودفن هناك فيما يعرف الآن باسم متحف جبران، تاركا خلفه إرثا أدبيا وفنيا كبيرا ما بين دواوين وكتب ترجمت للعالم ونالت شهرة واسعة، ولوحات فنية بأسلوب مختلف وفريد.